لو عايز تعرف سر الروح الحمراء اللي عند الأهلي تعالى قول. الأهلي مش مجرد نادي كورة، الأهلي حالة جماهير بتسافر ورا فريقها في أي مكان، حالة روح بتتوارث من جيل لجيل. من أول يوم اتولد فيه النادي الأهلي سنة 1907، والهدف ما كانش بس كورة، كان كيان بيجمع الشباب المصري وقت الاحتلال الإنجليزي. عشان كده الأهلي اتولد نادي الوطنية. قالوا نفتكر شوية لحظات تثبت معنى الروح الحمراء. سنة 1982 الأهلي بيلاعب بوتوكو الغاني في نهائي أفريقيا، الكل كان شايفها صعبة، لكن الأهلي حسمها وفاز بأول بطولة قارية في تاريخه. من هنا اتولد نادي القرن. سنة 2001 النهائي في جنوب أفريقيا ضد سان داونز، والعودة في القاهرة، وجمهور مال الاستاد بالكامل، واللاعبين بيلعبوا بروح مش طبيعية عشان يرجعوا الكاس من بعيد. وزي ما كلنا فاكرين كارثة بورسعيد 2012، الكل كان متوقع ان الاهلي ينهار، لكن بالعكس اللاعبين لعبوا لارواح الشهداء وحققوا دوري ابطال افريقيا ضد الترجي. وقتها الدموع قالت الاهلي مش بيموت، الاهلي بيتولد من جديد. الروح الحمراء مش بس في الملعب، الروح الحمراء في المدرج، في الهتاف، في كل دمعة فرحة نزلت بعد بطولة. ولما تيجي تسأل ايه سر الاهلي هتلاقيه في كلمتين: الروح الحمراء. وفي النهاية قولنا في الكومنتات ايه اكتر لحظة حسيت فيها بروح الاهلي اللي مستحيل تتكرر. ولو عجبك الحلقة دوس لايك واشترك في القناة، واستنى كل جديد من قناة التاريخ اهلاوي. في النهاية الاهلي دايما في القلب. سلام.